في يوم يقرر السلطان المملوكي قلاوون ان هو يعمل امر معين يهيج بالامر ده المصريين فيروحوا يضربوا المماليك. لما عرف السلطان قلاوون بالحكايه دي امر بقتل اي مصري تشوفه المماليك، واستمر الوضع التقتيل ده لمده اكتر من 3 ايام. بعد كده يروح العلماء والمشايخ على القلعه علشان يتشفعوا للعامه عند السلطان قلاوون، فيحس قلاوون بمدى الاذى اللي عمله، فعلشان يكفر عن ذنبه يقرر ان هو يبني مجموعة قلاوون اللي هي بمارستان اللي هي المستشفى بمعناها دلوقتي، مع مدرسة لتعليم المذاهب الأربعة وقبة للدفن. دي حكاية اتقالت عن مجموعة المنصور قلاوون، بس ايه الواقع وايه اللي حصل؟ كل ده هنعرفه النهارده في صولات وجولات. بس قبل ما نبدا يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا ان احنا نكمل ونقدم حلقات احسن، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رايكم في الحلقه والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. في سنة 1276 في حروب قلاوون مع الصليبيين في الشام، لما كان أمير على الجيوش التابعة لبيبرس، تعب هناك في الشام فيجيبوا له أطباء من بمارستان نور الدين هناك. فبعد علاجه ياخد عهد على نفسه إن هو لو بقى سلطان على مصر هيعمل بمارستان زي اللي كان موجود في الشام. وفعلا لما يبقى سلطان على مصر ياخد بيت في الأصل كان قاعة كبيرة لست الملك أخت الحاكم بأمر الله، ويخلي الأمير علم الدين سنجر الشجاعي يرسم المجموعة سنة 1283، وأخذ الأعمدة والرخام والأحجار والأعتاب من قلعة روت المنيل ووداهم على المكان، وفضل العمل مستمر الأيام لغاية ما في حوالي 11 أو 14 شهر تم البناء. بس الزخرفة قعدت وقت اكتر من كده، فلما مات المنصور المفروض ان هو هيدفن في القبة اللي موجودة في المجموعة دي. المفروض ان هو جه وكان ميت في القلعة 10 نوفمبر 1290، بس في يوم 4 يناير 1291 وهو هيتم نقله من القلعة علشان يتصلى عليه في الازهر ويتم دفنه في القبة بتاعته. وبعد كده نعرف من هنا ان الزخرفة بتاعت المبنى ده قعدت حوالي 7 سنين و8 شهور، والزخرفة دي كانت بالذهب والأحجار الكريمة. هنشوف المأذنة على الشكل المملوكي وشبابيك على شكل حتوة الحصان. هندخل بقى من الممر هنشوف السقف من عروق الخشب المزخرفة، وهنلاقي حوالي 5 أبواب، 2 على اليمين للقبة و2 على الشمال للمدرسة، وواحد قصادنا على طول وهو ده باب البمارستان. القبة دي كانت مقسمة لجزئين، القبة اللي كان فيها ناس بيقعدوا علشان يخدموا قبة الدفن وقبة بتاعة الدفن. القبة اللي كان فيها الخدم هنلاقي فيها دواليب خشب في الحيطان علشان يحطوا فيها المستلزمات بتاعته، وكان في المكان ده كان فيه قبة بس اتشالت بعد كده. بس هنشوف شكل الارابيسك على الاشكال النباتات، ولو دققنا هنلاقي ان في تشابه ما بين الزخارف دي وما بين الزخارف اللي موجودة في الأندلس، وبالأخص اللي موجودة في قصر الحمراء. وده لأن كان في مهندسين جم على مصر وكانوا من الأندلس فعرفونا بنوعية الزخارف اللي موجودة في الأندلس في الوقت ده. وبعد كده تحتيها هنلاقي باب معمول بخشب الخرط والأرابيسك. الباب ده هيدخلنا على أوضة الدفن اللي هي قاعة أو قبة الدفن. القبة دي هنلاقي السقف بتاعها مذهب وفي أحجار اللازورد، ده غير إن المحراب معمول من الصدف وأعمدة الرخام، وكمان كان في أجزاء فيه مذهبة. كمان هنلاقي في القاعة دي مكان للدفن وحواليه حاجز من خشب الخرط الأرابيسك. وفي القاعة دي كمان كان زمان بيقعد 50 مقرئ بيتناوبوا قراءة القرآن على الشبابيك المطلة على الشارع علشان يكون المدفون محاط بكلام ربنا. وكان بيقام فيها دروس للفقه، وكان فيها مكتبة موجود فيها كتب للفقه والدين. وتم تجديد القاعة دي من لجنة حفظ الآثار العربية. هنشوف بقى المدرسة مقسمة ل4 أجزاء أو 4 أواوين. الإيوان الأكبر أو الجزء الأكبر فيها هو جزء المحراب اللي كان تابع للمذهب الحنفي وكان بيدرس فيه هذا المذهب. اللي قصاده على طول هنلاقي المذهب الشافعي، أما اللي على الجنبين واحد للمالكي واحد للحنبلي. هنلاقي ان هم كانوا صغيرين لانه كان دايما في مدارس القاهرة كان عدد التلاميذ في المذاهب دي كان قليل، فعشان كده حجمهم كان قليل. هنشوف بقى جزء المحراب. المحراب اساسا موجود فيه زخارف بالفسيفساء المذهبة، ده غير اعمدة الرخام. وهنلاقي المنبر اللي عمله الامير أوزبك اللي اتسمى عليه حي الأزبكية، ده غير ان كان فيه مساكن للطلبة
ومساكن للمدرسين، لأن الطلبة في الوقت ده هو طالب علم، لأن لازم يكون متفرغ بس للعلم، فعشان كده كان بيقعد وكان بيبقى كل حياته في المدرسة. عندنا بقى الجزء الثالث والأخير هو البيمارستان أو المستشفى. كان بيتعالج بقى فيه الستات والرجالة المصريين، وفيه قسم للرمد وقسم للجراحة وقسم للأمراض النفسية والعقلية. وفي القسم ده بالذات كان بيتم استخدام الموسيقى كعلاج لبعض الأمراض النفسية، وكمان كان في قسم للنساء. ده غير طبعا كان في مكان للصيدلية وأماكن لسكن المرضى والدكاترة كمان، لأن كان في نفس النظام دلوقتي اللي هو نظام التناوب ما بين الأطباء، وكان في مكان للطبخ للمرضى وكمان للدكاترة. وكان اللي يتعالج في الوقت ده لازم ياخد فترة نقاهة. الفترة دي كانت بتتراوح ما بين شهر أو شهرين علشان يكتمل العلاج. وفي الوقت ده كان المريض ما كانش بيشتغل وبياخد الهدوم من المستشفى، وكمان كان بياخد 5 دنانير ذهب علشان ما يشتغلش ويقدر ان هو يصرف على نفسه. ده غير ان كان من اشهر الاطباء في المستشفى دي هو ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى. في ايام المماليك ما كانش فيه نظام خالص في مصر، وبالتالي كان في ناس بتاخد من فلوس الاوقاف اللي بتصرف على المجموعة دي، وبالاخص الفلوس اللي كانت بتتصرف على البيمارستان. وعلشان كده هيتدهور حال المستشفى وهتكون بتستقبل بس الامراض النفسية، او بمعنى اصح هتكون مجرد سجن بس لمرضى النفسية والعصبية. علشان كده هيتسمى المورستان. ولكن سنة 1915 هتتحول لمستشفى للرمد، بس المستشفى القديمة مفيش منها بقايا خالص غير بقايا حيطة، ده بسبب الإهمال اللي حصل أيام العثمانيين. وبس أتمنى إن هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا الحلقات الجديدة من صولات وجولات وبرنامج مصر أرض التجلي. مع السلامة.